في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. الكاف يصدم الأهلي مجددا. خلال الأيام الأخيرة انتشرت أنباء بتقول إن كاف ناوي يزود عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري الأبطال بداية من الموسم الجاي، والكلام ده أثار جدل كبير خاصة بعد ربطه بمشاركة بعض الأندية ومنها الأهلي طبعا في النسخة المقبلة. لكن مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي حسم الجدل بشكل نهائي. المصدر أكد إن كل الأنباء دي غير صحيحة، وإنه مفيش أي قرار رسمي صدر بزيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. كمان أوضح إن كاف لم يعقد أي اجتماعات لمناقشة تطبيق التعديل ده قبل النسخة القادمة. لكن في نفس الوقت أشار إلى إن تطوير نظام البطولة مطروح بالفعل ضمن خطط مستقبلية، لكن مش هيتم تطبيقه بعد كأس العالم مباشرة. وخلال الفترة الجاية لجنة المسابقات في كاف هتعقد اجتماع مهم لاعتماد قرارات تنظيمية جديدة وتحديث بعض اللوائح الخاصة بالبطولات الأفريقية. أما المفاجأة فهي إن كاف بيدرس الاستفادة من بعض التعديلات اللي هيتم تطبيقها في البطولات الدولية الكبرى تمهيداً لإمكانية تطبيق بعضها في إفريقيا خلال المواسم المقبلة.